السلام عليكم. قبل أن يكون هناك دولة تسمى مصر كان في مملكتين، الشمال والجنوب، وكان طول الوقت في صراعات وحروب ونزاعات، وكان الشعب بدل ما يكون إيد واحدة ويساند بعض في الشدائد كان بيحارب بعض. وكان في ذلك الوقت ما كانش فيه غير ملك واحد هو اللي يقدر يغير كل ده، اسمه مينا، الملك اللي ظهر ما بين الفوضى، وكان هدفه هو توحيد المملكتين لتكوين دولة مستقرة. الملكة ما كانش فيها حد يعرف هو عمل كده ازاي، وايضا ما كانش فيه حد يعرف ليه كان اي حد من اعدائه بيخاف يقف قصاده. الملك اللي من لحظة ظهوره تغير تاريخ مصر وبدأ تاريخ جديد يسمى تاريخ مصر الفرعونية. الملك مينا